لما العلاقة بتاعتكوا توصل للملل وتلاقي ان الشخص اللي قدامك قلل الكلام معاك، ما تجريش ورا الشخص ده عشان تشوف هو ليه قلل الكلام معاك او ليه مل منك. اديله مساحته هيرجع لك تاني. ما هو بني ادم وانتوا الاتنين بتتكلموا 24 ساعة في ال 24 ساعة، فهو بيبقى عايز راحة، بيبقى عايزك توحشه. مش لازم كل حاجة تتقال، مش لازم يجي يقولك انا عايز راحة. هو بيبعد لوحده، فانت لازم تفهم لوحدك. ما ينفعش تروح تجري وراه عشان هو بيبعد. لازم تفهم العلاقة محتاجة ايه عشان تدي العلاقة اللي هي محتاجاه. تخيل بقى هو عايزك توحشه وانت مش مديله فرصة ان انت توحشه لانك لازق فيه برضه. طب ما يا زكي، انت لو سبته هيرجع لوحده لانه متعلق بيك ومتعود عليك. احساس الشخص بالملل في العلاقة ده حاجة صحية هترجعه ليك اقوى من الاول، لكن لو انت جريت وراه انت كده هتخليه يبعد عنك بقى بحقه حقيقي. فبدل ما يكون السبب البعد هو الملل بس وكان هيرجع تاني، بقى سبب البعد هو رد فعلك الخاطئ على الملل اللي هو حس بيه. وبعدين انت ليه بتحس ان هو مجبر ان هو يفضل يكلمك على طول من غير ما يمل؟ ليه بتعتبرها غلطة؟ هو الشخص ده مش ملكك، هو مش الكمبيوتر بتاعك. العلاقات لازم يبقى فيها ups and down. ده انت لو قاعد مع صاحبك او صاحبتك او اخوك او اختك فترة طويلة هتحس بملل. ليه لما الموضوع بيجي جنب حبيبك مخك بيقف؟